مساء الخير. اي حد بيتفرج عليا دلوقتي اكيد في دماغه 3 حاجات، يا اما عندك رؤيه او فكر لحاجه معينه محتاج تحققها زي اكتشاف طريقه جديده بتسهل التنقل والسفر بدل بدلات المواصلات التقليديه، يا اما عندك منتج محتاج تكريته، محتاج تصنعه زي ابلكيشن او ويب سايت او حتى مكنه او جهاز، يا اما عندك اوريدي منتج او بيزنس ومحتاج تطوره وتحسنه زي انك تخليه مثلا اسرع واسهل في التعامل معاه. بما انك شخص في دماغك حاجه من الثلاثه دول يبقى انت واحد من الاثنين، يا اما صاحب شركه يا اما موظف في شركه مسؤول عن حاجه من الثلاثه اللي قلناهم، وفي كلتا الحالتين بنسميك برودكت اونر. وعلشان تنجح كبرودكت اونر لازم يكون عندك مهارتين، مهاره التخيل ومهاره التواصل. مهاره التخيل هدفها انك تعرف انت عايز ايه بالظبط، عايز تعمل ايه هي الريكويرمنت المطلوب تنفيذها. علشان تعرف ايه هي الريكويرمنت المطلوب تنفيذها قدامك حل من الاثنين، يا اما توظف معاك بزنس اناليست يا اما تتعلم ازاي تكون بزنس اناليست، ودي طبعا ليها مسار كامل ومختلف عن اللي هنتكلم عنه. ممكن في المستقبل ان شاء الله اعمل له كورس منفصل. الكورس اللي انت بتشوف اول حلقاته دلوقتي وعن المهاره الثانيه، مهاره التواصل. ركز معايا على الصوره اللي قدامك دي. بعد ما جمعنا الريكويرمنت وعرفنا ان احنا عندنا شجره وحبل وخشبه، كل واحد هيبص عليهم بطريقه مختلفه، كل واحد هيتخيلهم بشكل مختلف. دورك انت كبرودكت اونر هو انك تتخيل بشكل صحيح، تعرف بالظبط انت عايز تعمل ايه او العميل بتاعك عايز ايه، باختصار محدد هدفك. دورك التاني هو انك تقدر توصل هدفك ورؤيتك للناس اللي شغاله معاك، ما بين قوسين التواصل. وهي دي مهمتنا الاساسيه اللي هنتعلمها في الكورس ده. ايه هي الطرق اللي هنستخدمها علشان نحقق اهدافنا او اهداف المؤسسه اللي بنشتغل فيها بشكل فعال ومتماسك. وعلشان الموضوع ده صعب جدا ومش سهل لازم تكون كبرودكت اونر بتتقن فنون التواصل، ومن اهم فنون التواصل اللي هنتعلمها هو سكرام. تعال اقول لك بشكل مفصل ايه هي الرود ماب اللي هنمشي عليها وايه هي التوبكس اللي هندرسها مع بعض. اول ستيب في الرود ماب وهي الاستراتيجي. مفيش مشروع بينجح، مفيش مؤسسه بتنجح بدون بلان واضحه، بدون استراتيجي. فاحنا المفروض هنعرف ايه هي انواع الاستراتيجيز وايه مشاكلها، كمان هنعرف ايه دورنا كبرودكت اونرز في الاستراتيجيز دي، زي ازاي نقدر نحل اكبر مشكله هتواجهك في اي استراتيجي ممكن تشتغل عليها، وازاي تقدر تربط الفيجن او الهدف بتاع الاستراتيجي بالتنفيذ على ارض الواقع. يعني ازاي تترجم الاستراتيجي لخطه ملموسه التيم بتاعك يشتغل عليها. تاني ستيب معانا وهي سكرام. مش احنا خلاص عملنا البلان يلا ننفذها بقى. سكرام هيساعدني بشكل كبير جدا في عمليه التواصل بيني وبين الناس اللي هشتغل معاهم. سكرام هو فريم ورك، اطار عمل بنستخدمه علشان نقدر ننتج منتج قوي وناجح. اطار عمل ليه بيلرز، ليه رولز، ليه ارتفاكتس، ليه ايفنتس. ما تقلقش هنتعرف على ده كله بالتفصيل. اخر ستيب معانا وهي الباكلوج مانجمنت. زي ما حطينا بلان للمنتج وزي ما اخترنا فريم ورك للتواصل، محتاجين بقى نشغل التيم، محتاجين هاندلنج واداره للريكويرمنتس، هاندلنج للمتطلبات بتاعه المنتج اللي هنشتغل عليه. هنعرف بقى ايه هي الريكويرمنت وايه انواعها، هنعرف يعني ايه اصلا برودكت باكلوج، يعني ايه يوزر ستوريز وازاي نعمل ستوري مابينج، يعني ايه اكسبتنس كرايتيريا وسكسس كرايتيريا. هنتعرف على مفاهيم مهمه جدا بتخص البرودكت باكلوج مانجمنت. بعد ما تفهم بالتفصيل كل ستيب من دي تاكد انك هتكون بروفيشنال برودكت اونر. وبس كده، ما تنساش تابعني علشان نكمل الاخر سوا، واللي عنده اي اقتراحات اكتبها لي تحت في الكومنتات. ما تنساش اللايك والشير علشان دعمك البسيط ده بيشجعني ان انا اكمل. اشوفك الحلقه الجايه في اول ستيب. سلام.